يلا بينا نكتشف السر القليل قوي اللي بيكلمي عنه. ليه في ناس بتحقق نجاحات ضخمة وناس تانية بتفضل واقفة في مكانها؟ كلنا بنسأل نفسنا السؤال ده. ليه في ناس بتنطلق كده وتحقق أحلامها بسرعة، وناس تانية كأنها متكتفة في مكانها سنين وسنين؟ يا ترى القصة كلها حظ ولا يمكن عشان عندهم معارف بتسهل لهم الدنيا؟ دي دايما التفسيرات السهلة اللي بتيجي في بالنا. طب ولا في سر تاني خالص، سر أساسي هم عارفينه وإحنا لأ، سر مش بيتقال في العلن؟ هو ده اللي هنعرفه سوا دلوقتي. أول خطوة لازم نعملها هي إننا نفرق بين الوهم والحقيقة عشان نوصل للمعادلة الصح، معادلة النجاح الحقيقية. وخلينا نكون واضحين جدا في النقطة دي، مفيش ولا شخص نجح بالصدفة. الفكرة دي لازم تتمسح من دماغنا تماما. بصوا الفرق كله قدامنا أهو. الوهم هو إننا نفضل عايشين في فكرة الصدفة والحظ، لكن الحقيقة الواقع إن المعادلة بسيطة وواضحة. عقلية صح زائد أفعال يومية مستمرة، هي دي القصة كلها. ودلوقتي نيجي بقى للكلام العملي، قوة الأفعال الصغيرة، لأن أول خطوة بناخدها هي أهم خطوة في الرحلة كلها. ودي أكبر غلطة معظمنا بيقع فيها، بنفضل مستنيين الوقت المناسب، والحقيقة الصدمة إن مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب أصلاً. طيب نبدأ إزاي؟ الموضوع أبسط بكتير مما أي حد يتخيل. أول حاجة ابدأ، حتى لو حاسس إنك مش جاهز، مفيش حاجة اسمها جاهزية كاملة. تاني حاجة اغلط، أيوة لازم تغلط. تالت حاجة اتعلم من الغلط ده. رابع حاجة ودي الأهم، كمل مهما حصل كمل. النجاح مش قفزة واحدة وخلاص، النجاح بيجي من التكرار، من الاستمرارية في عمل حاجات صغيرة كل يوم. تخيل لو كل المطلوب هو تحسن 1% بس كل يوم، مجرد 1%، نسبة صغيرة جدا وممكنة لأي حد فينا. والرسمة دي بتورينا السحر بيحصل إزاي. متخيلين؟ بعد سنة واحدة بس، ال1% اليومي ده بيخلي الشخص أقوى حوالي 37 مرة. دي مش مجرد زيادة، دي نقلة تانية خالص. عارفين قصة فريق الدرجات البريطاني؟ كانوا فريق محدش بيسمع عنه لسنين، لحد ما قرروا يطبقوا فكرة التحسينات الهامشية. حسنوا كل حاجة ممكن تتخيلوها بنسبة 1% بس، من مقعد العجلة لجيل المساج حتى المخدات اللي بيناموا عليها. والنتيجة؟ اكتسحوا العالم، سيطروا على كل البطولات. كل ده بسبب 1%. بس الأفعال لوحدها مش كفاية، لازم نحصن العقل ونقويه، لأن المعركة الحقيقية دايماً بتبدأ من جوه. أول ما نبدأ هنسمع الجملة دي كتير، الكلام ده مش هينفع، ممكن جداً نسمعها من أقرب الناس لينا. وهنسمع كمان ده تضييع وقت على الفاضي. الأصوات دي هدفها الوحيد هو إنها توقفنا وتخلينا زيها. وهي دي بقى اللحظة الحاسمة، لو سمعنا للكلام ده هنفضل مكاننا. الحل مش بس إننا نسمع لصوتنا إحنا، الحل إننا ناخد كلامهم ده ونحوله لوقود. لما حد يقول ده مستحيل، السؤال لازم يكون مستحيل لمين؟ لقدراتهم هم ولا لقدراتي أنا؟ لازم كل كلمة سلبية تتحول لدافع يزق لقدام. صوتنا إحنا لازم يكون هو الأعلى. وعشان نقوي صوتنا الداخلي لازم نستثمر في أغلى حاجة عندنا، نفسنا. نتعلم مهارات جديدة، نطور طريقة تفكيرنا، نقرأ، نتفرج على محتوى مفيد ونجرب. كل ده بيعلي قيمتنا وبيفتح لنا فرص جديدة في الحياة. ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة، قرار النهاردة. لأن المستقبل مش صدفة، المستقبل اختيار. خلينا نتخيل كده، بعد سنة من دلوقتي قدامنا طريق من اتنين: يا إما نفضل في نفس المكان بنفس المشاكل ونفس الإحباطات، يا إما نكون نسخة أقوى بكتير من نفسنا، حققنا حاجات ما كناش نتخيلها. عارفين إيه هو الفرق بين الطريقين دول؟ الفرق كله هو قرار واحد بس، القرار اللي هيتاخد النهاردة، دلوقتي، في اللحظة دي. أي حد وصل لحد هنا في الكلام فده دليل واحد بس، إنه فعلاً عاوز يتغير. الرغبة موجودة وقوية جداً. فالرسالة واضحة ومباشرة، نبدأ النهاردة، مش بكرة ولا الأسبوع الجاي، النهاردة. وأول خطوة عشان نثبت لنفسنا قبل أي حد تاني إننا جادين هي إن كل واحد يكتب في تعليق أنا هبدأ دلوقتي. ده مش مجرد كومنت، ده إعلان والتزام قدام نفسنا وقدام الكل.